بعض الناس يشكل عليه نطق الحركة إذا كان بعدها أحد أحكام النون الساكنة أو التنوين، يشكل عليه إذا كان بعدها إخفاء حركة أو إقلاب أو إخفاء شفوي. ونفصل الأمر في هذا الحكم فنقول أن حركة الحرف تنطق كاملة ولا تختلس، هذا هو الأصل فيها. ما بعد حركة الحرف لا يخلو من ثلاثة أمور، وما بعد الحرف لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون بعد هذا الحرف حرفا آخر لا تجري عليه أحكام النون الساكنة أو التنوين، لا تجري أحكام النون الساكنة أو التنوين، مثل القدس. فعندنا حركة الدال لا نختلسها نقول القدس، وإذا نكمله نقول القدس. وكذلك